السلام عليكم يا باشمهندسين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ النهاردة ان احنا نتكلم في درس جديد، وهو ازاي ان احنا نضيف صورة جوه الموقع بتاعنا. يعني مثلا في كتير مننا كانوا بيتصفحوا المواقع مثلا، وليكن يعني تعالى بس نفتح بس الموقع بتاعنا كده الأول. يعني open with live server، نفتح الموقع بتاعنا. طيب كتير مننا كانوا بيتصفحوا المواقع، مثلا موقع زي امازون مثلا. هنفترض موقع زي امازون دوت احنا عايزين نتصفحه، يعني نبحث عنه ونروح نشوف موقع أمازون دوت. هتلاقي موقع أمازون دوت فيه كل سيكشن تقريبا صورة. يعني في السكاشن مثلا ديت في صورة، هنا في صورة، كل ده صور. ولو انت ضغطت هنا مثلا بالعكس، ده انت هتخش جوه هتلاقي برضو في صور كتير جدا زي ما انت شايف كده. يعني دي كله صور اهيت. لو انت عملت انسبكت كده وشفت الكلام ده كله هتلاقيه عبارة عن صور. يعني الكلام ده كله عبارة عن ايه؟ صور اهي، ايمجز اهيت او ايمج. تمام. بالتالي إن إحنا ما فيش موقع تقريبًا بنسبة 90% أو بنسبة أكبر كمان، إن ما فيش موقع خالي من الصور، صح؟ صح. طب إحنا إزاي بقى نضيف صورة جوه الموقع بتاعنا دوّة؟ أولًا كده إحنا هنروح عند الموقع بتاعنا ونروح نشوف هل هنا في صورة إحنا حاطينها؟ لأ. طب إحنا عايزين نجيب صورة، والله إحنا بنروح عند المكان بتاعنا. في طريقتين اتنين، يعني الطريقة الأولى ديّة أنا هاعلمها لك، والطريقة التانية برضه أنا هاعلمها لك برضه. يعني الطريقة التانية ديّة أنا باستخدمها أكتر، وليكن أنا مثلًا حاطط الصورة هنا عندي، هنا كده، دي الصورة اللي أنا عايز أستخدمها. هاعمل إيه؟ هاخدها هاقف عليها كده وأقول كنترول سي، أو هاقف عليها كده وأعمل كليك يمين وآخدها كوبي. يعني كنترول سي أو كوبي مش هتفرق، تمام؟ هي. وأروح عند مكان الموقع بتاعنا، وليكن مثلًا هو ده المكان اللي عندي، على حسب بقى أنت حاطط الموقع بتاعك فين. هنا أنت تعمل كنترول في أو بيست، تمام؟ ممكن تعمل كده كليك يمين وتعمل بيست، يعني دي بيست، تمام؟ تمام. أو تعمل كنترول في، يعني دوّة أو ده. طيب ده كده، وأنت هنروح على الVS Code هتلاقي إن الصورة أهيّة وصلت لك أهيّة. تمام؟ تمام جدًا. طيب ماشي. يبقى إحنا كده دي الطريقة الأولى. طب الطريقة التانية إيه؟ الطريقة التانية إن إحنا نعمل إيه؟ إن إحنا دلوقتي هنمسح الصورة مثلًا كده، نعمل لها delete. الطريقة التانية إن إحنا نقف هنا عند المشروع بتاعنا لغاية لمّا الborder بتاعنا اللي هو الأزرق دوّة يظهر معاك، وتعمل control V عشان ويقول لك paste، فتقول له paste، لإن أنت كنت واخد الصورة أصلًا قبل كده copy. تمام؟ ودي الطريقة أصلًا إن أنا باعملها على طول يعني. طيب إزاي بقى نحط الصورة؟ ركّز معايا عشان خاطر ممكن الفيديو ده يطوّل شوية، عشان خاطر أنا عايز أعلّمك كل حاجة بالتفصيل. طب إزاي نحط صورة بقى؟ هنفتح الtag بتاعنا ونكتب فيه كلمة image ونقفل الtag بتاعنا. لو أنت ملاحظ معايا إن الtag بتاع الimage دوّة ما لهوش closing tag، يعني هو opening tag منّه في نَفْسه كده. وعشان كده إحنا بنعمل الحركة ديّة، يعني تلاقي كتير أوي بيعملوا الحركة ديّة، اللي هو بيقفل الtag بتاعنا. يعني العنصر اللي ما لهوش opening closing tag إحنا بنعمل له الslash dash عشان خاطر نقفله. تمام؟ تمام. المهم إحنا دلوقتي عايزين نحط الصورة. يعني دلوقتي لو أنت لاحظت برضه إن الصورة لسه ما اتحطتش، إحنا دلوقتي عايزين نضيف الصورة بقى. نضيفها إزاي؟ في حاجة اسمها الSRC أو الsource دوّة المكان أو الelement دوّة أو الattribute دهوّة، ده اسمه attribute. ده اللي إحنا بنضيف فيه المسار بتاع الصورة بتاعتنا. يعني مثلًا إحنا دلوقتي واخدين مثلًا صورة أونلاين، سواء مثلًا إحنا واخدين دلوقتي عندنا الصورة أهيّة جنب الفايل بتاعنا، فده بنحط فيه المسار بتاعنا. طيب المسار فين بقى؟ دلوقتي أنا واقف في الفايل اللي اسمه index.html، صح؟ الصورة بتاعتنا جنب الإيه؟ جنب الفايل على طول. فبالتالي أنا هاكتب إيه؟ هاكتب اسم الصورة في ثواني. يعني لو أنت كتبت اسم الصورة مثلًا وليكن اسمها download أهوّة، بالتالي أنت هتلاقي إيه؟ هتلاقي إن الVS Code بيقترحها لك، فتكليك عليها وخلاص. هتروح تبُص هتلاقي إن الصورة ظهرت أهيّة. تمام كده؟ تمام، بكل بساطة. طيب هنفترض مثلًا إن أنت دلوقتي شغال على مشروع كبير، وإن ده أصلًا اللي أنت هتشتغل عليه، يعني بتشتغل على مشروع كبير وأنتم مقسّمين المشروع بتاعكم لفولدرات وهكذا. بالتالي أنت ما عمرك ما هتلاقي في صورة واحدة، هتلاقي أكتر من صورة، وبالتالي هتلاقي في folder اسمه images. افرض يعني الصورة دي من الآخر كده إن هي جوه folder اسمه image مثلًا. يعني إيه؟ يعني مثلًا أهوّة، مثلًا عندنا folder اسمه images مثلًا والصورة دي جواه. يعني إيه برضه؟ هاقف على الصورة كده واسحبها كده، هاسحب الصورة كده وادخلها جوه الفولدر. هيقول لك موف، قول له ايوه موف. تمام كده، تمام جدا. طيب ازاي بقى ان انا اضيف الصوره؟ لو انا رحت هنا كده هتلاقي الصوره ايه معموله كده، اللي هو الايكون بتاعتها، يعني المسار ده غلط، ده كده المسار غلط.
فبالتالي إزاي إن أنا أكتب المسار الصحيح بتاع الصورة اللي جوه الفولدر. طيب مين اللي جنب الفايل بتاعنا؟ الفولدر ولا الصورة؟ لا الفولدر. فبالتالي أنا هقول له ادخل خطوة أو ارجع خطوة واعمل سلاش، يعني بص لي على الحاجات اللي جنبك. بالتالي هو هيبص على مين؟ على الايمجز. بالتالي هيخش، عشان خاطر يخش على الايمجز لازم اعمل سلاش، بالتالي هو هيبص على الصورة على طول. بالتالي لو انا رحت هنا كده هلاقي الصورة ايه؟ ظهرت ايه يا صاحبي؟ تمام كده؟ تمام. طيب ماشي، هنفترض برضو يا عم مصطفى انك انت بتقول ان دلوقتي الصورة جوه مين؟ الفولدر اللي اسمه images. طب افرض بقى عندي كمان الفايل ده هو جوه فولدر كمان، يعني مش لوحده كده. تمام تمام. يعني ايه برضو؟ يعني مثلا احنا عندنا فولدر اسمه، هنقف بره هنا كده خالص، البوردر الازرق دوت يظهر لنا، واعمل هنا كده نيو فولدر، هسميه مثلا HTML مثلا، وهسحب الفايل بتاعنا اهوت، سحبته اهوت واحطه هنا كده. تمام موف. وكده دلوقتي اصبح ان دلوقتي ان الفايل اساسا او الموقع بتاعنا هيقف اهو. لو انت رحت هنا كده هيقول لك انا مش لاقي حاجه اسمها الايه، اسم الفايل بتاعك. تمام تمام. بالتالي احنا هنعمل ايه؟ هنعمل اوبن ويز لايف سيرفر عشان خاطر يبص على الموقع بتاعنا. كده هو بص على الموقع بتاعنا والدنيا بقت رايقه اهيت. طيب هو دلوقتي مش باصص على الصوره ليه؟ لان دلوقتي الصوره بقت اصبحت ان الفايل اصبح بقى ايه؟ بقى جوه فولدر، يعني هو مش شايف اساسا مين؟ الفولدر اللي اسمه ايمج، يعني لان هو اللي حاجب بينه الحجاب اللي بينه وبين الفولدر اللي اسمه ايمج فولدر كبير اسمه ايه؟ اسمه HTML. فبالتالي ازاي اعمل الحاجه ديت؟ دلوقتي انا واقف فين؟ انا واقف جوه الايه HTML، فبقول له ارجع لي خطوه. يعني ايه ارجع لي خطوه؟ يعني دوت. طيب عشان خاطر اقف مين؟ عند الايه؟ عند ال HTML. وكمان ارجع لي خطوه عشان خاطر تقف بره خالص اهو. وبالتالي اعمل لي سلاش عشان خاطر تشوف الايه الفولدرات اللي بره. بالتالي اول ما اعمل سلاش هيقترح لي الفولدرات اللي بره اللي هي مين؟ اللي هو مين؟ ال HTML والايمجز. يعني كاني واقف بره هنا كده عند البوردر اللي اسمه الازرق ده كده، انا واقف هنا كده في المساحه السمراء دي. تمام تمام. بالتالي انا دلوقتي ايه؟ انا دلوقتي اقترح لي مين؟ اقترح لي ال HTML والايمجز. طب انا عايز مين؟ انا عايز الايمجز. بالتالي هقول له الايمجز، ودلوقتي هو داخل جوه الايمجز. ولما اول ما اعمل له سلاش يخش لي جوه الايمجز من جوه، يشوف خاطر مين؟ الصوره اللي جوه. بالتالي انا هدوس على الصوره دي، بالتالي هنا هتظهر الصوره. تمام كده؟ تمام. طيب كده احنا اتعلمنا ازاي ان احنا لو الاثنين دول كل واحد فيهم فولدر لوحدهم ازاي نعملها بالطريقه دي. تمام. طب لو الفايل بره والفولدر اللي بره اتعلمنا ازاي ان احنا دلوقتي نعمل سلاش او دوت واحده. تمام. تمام جدا. طيب في حاجه عندنا اسمها الالت. بسرعه كده عشان خاطر بس الفيديو ما يطولش. في حاجه اسمها الالت. الالت ديت هي ايه؟ مثلا نكتب فيه كلمه فوتو. ده فوتو. فوتو يا عم. ماشي. ده كده وصف للصوره او يعني ديسكريبشن للصوره. يعني ايه؟ يعني مثلا هنا كده الصوره ظاهره صح؟ بالتالي الوصف ده مش هيظهر. ليه؟ لأن الوصف ده هو بيظهر أو الألت دي بتظهر لما الصورة ما تكونش أو المسار بتاع الصورة ما يكونش صحيح. يعني إيه؟ يعني مثلا هنشيل كلمة دوت مثلا كده، أنا بقول له المسار كده غلط. تمام؟ لأن هو دلوقتي مش شايف الصورة. بالتالي هو هتلاقي كلمة فوتو هنا اهيت. تمام. ليه؟ لأن لما المتصفح يجي يقرأ وما يلاقي مش عارف يقرأ الصورة، فيفهم إن اليوزر إن هنا في فوتو، إن ده فيه صورة. تمام كده؟ تمام. طيب ماشي. نرجع كل حاجة زي ما هي. طيب ماشي. دلوقتي الصورة إيه؟ هتظهر عادي خالص. طيب ماشي. في حاجة برضو اسمها إيه؟ الويدث. حاجة اسمها الهايت. احنا بس عايزين نقفل دي كده عشان خاطر نشوف الشاشة بتاعتنا. وحاجة اسمها الهايت. طيب ايه هو الويدث وايه هو الهايت؟ باينه من الاسم. الويدث يعني العرض، والهايت يعني الارتفاع. لو انت مش عايز ان الصوره دهيت تبقى نفس العرض دوت، يعني مثلا انت محتاج ان الصوره دي تكبر شويه، تقصر شويه، الكلام ده كله. يعني مثلا لو انت عملت 300 بكسل او 200 بكسل هتلاقي ان الصوره ايه؟ هتلاقي ان الصوره صغرت شويه صح؟ طيب لو انت عملتها 500 مثلا او 600 هتلاقي ان الصوره كبرت اكتر من اللازم صح؟ صح جدا. طيب افرض برضو انت مش محتاج الهايت دوت، نفس الهايت دوت مثلا محتاج الهايت يبقى 100 مثلا، يبقى 100 بكسل. بالتالي الصورة هتلاقيها 100 بكسل كده. طب انا محتاج مثلا الهايت يبقى مثلا ايه؟ 300، وهكذا بقى كده.
تمام، تمام. بس أنا كمصطفى يعني ما بارجحش إنك أنت تستخدم الwidth والheight في الHTML. أنا كده كده هاعلمها لك إن شاء الله في كورس الCSS، وكده كده أنت هتستخدم الwidth والheight في الCSS كتير جدًا، فبالتالي مش مهم خالص إنك أنت تستخدم الwidth والheight في الCSS، في الHTML. تمام، تمام. تعالَ بس نرجّع كل حاجة شكل ما كانت بقى. تعالَ ناخد الفايل ده كده نرجّعه برّه كده، وكمان ناخد الfolder اللي اسمه images دوّة، كمان ناخد الصورة نرجّعها برّه، لإن هي كده كده صورة واحدة، فعشان خاطر بس إيه، نشتغل على إيه، نضافة. طيب ماشي، عايزين نمسح الفولدرين دول، نعمل إيه؟ هنعمل كنترول ونكليك هنا ونكليك كمان هنا، وأنت دايس على الكنترول وتعمل كليك يمين وتدوس على delete وكده شكرًا يا باشا. طيب ماشي، جميل جدًا. طيب بالتالي الصورة والموقع كمان مش هيعرف يقرأه، فبالتالي هاعمل إيه؟ لإن الموقع كان في folder اسمه HTML، بالتالي برضه هاعمل إيه، open with live server. هو مش شايف دلوقتي الصورة عشان خاطر الصورة أنت قُلت له إن هي فين، إن هي في مسار جوّه الimages، وبالتالي ما فيش حاجة اسمها الimages، فأنا هاشيل الكلام ده كلّه بس وهاكتب اسم الصورة مباشرةً، بس كده فهو على طول يشوف الصورة. تمام كده؟ تمام. طَب أنا دلوقتي عايز أذاكر يا مصطفى من موقع مثلًا معيّن، هل في مواقع أذاكر منها؟ أيوه، في موقع اسمه WC School، وده اللي إيه، اللي أنا يعني بانصح بيه أي حد إن هو يتعلّم منّه يعني WC School. وهتروح عند الtutorials وهتروح عند الHTML، وبالتالي أنت هنا بقى تتعلم كل حاجة. يعني مثلًا هنا بيقول لك إزاي تبدأ، ويعني مثلًا دلوقتي دي الbasics مثلًا. تمام، الbasics إيه، اللي هو مثلًا أنت إزاي تبدأ الموقع بتاعك، اللي هو الHTML، وبالتالي الbody إزاي تكتب فيه وهكذا. طبعًا هو مش كاتب الhead، بس هو قدّام شوية تلاقيه كاتب الhead والحاجات دي كلها. طب إزاي تعمل الelement زي مين؟ زي الH1 زي الparagraph، الحاجات دي كلها اللي إحنا خدناها صح؟ طب إيه هي الattributes؟ زي مثلًا الimages أهوّة، ده attribute. قال لك الimages أهوّة. في حاجة اسمها ال هو دوّة بنسميه اللي هو الelement. تمام، يعني ده element أهوّة اللي هو زي الH1 والparagraph والحاجات دي كلها، والattribute دهيّة هي الحاجة الخاصية اللي جوّه الelement نفسه، اللي هو زي الsource مثلًا أو زي الalt، الحاجات دي كلها. تمام، أهو زي الwidth والheight اللي إحنا خدناهم من شوية، وهكذا زي الalt. تمام، تمام. طيب كده أنت بتتصفح الموقع دوّة، ودوّة يعني الموقع ده هيخلّيك تتعلّم الHTML بكل حاجة. يعني مثلًا إيه، إحنا يا شباب هنشرح المعلومة وهاجي هنا عشان خاطر تذاكرها، أو يعني لو أنت بتكتب ورايا أو كده، إنّك أنت تيجي الموقع ده تذاكر منّه. تمام يا شباب؟ يا رب يا شباب يكون الدرس سهل وبسيط وعجبكم، وإن شاء الله أشوفكم الدرس الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.